السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن أغلى 10 مواد الإنسان اكتشفهم عبر مر التاريخ وتكلفة كل واحدة فيهم للجرام الواحد، وهنبدأ من الأرخص للأغلى من حيث الجرام الواحد. نبدأ أول حاجة بعنصر الروديوم. الروديوم بتكون تكلفة الجرام الواحد 58 دولار. نيجي بعد كده لعنصر البلاتين، والبلاتين بيكون الجرام الواحد سعره 60 دولار. يجي في المرتبة اللي بعدهم قرن وحيد القرن، وبسبب كثرة الصيادين من كتر ما بيصطادوه الحيوان ده طبعا قرب ينقرض، ولهذا قرنه بيعطى من أغلى أنواع المواد اللي تم اكتشافها عبر التاريخ، وبيكون سعر الجرام الواحد 110 دولار. نيجي في المرحلة اللي بعدهم في مادة البلوتونيوم، والبلوتونيوم بيكون سعر الجرام الواحد سعره 4000 دولار. بعد كده يجي عنصر البينات، سعر الجرام بتاعه بيكون 9000 دولار. يجي بعد كده عنصر الترافيت، والترافيت سعر الجرام بتاعه 20000 دولار. في المرحلة اللي بعدهم يجي عنصر التريتيوم، والتريتيوم بيكون سعر الجرام بتاعه 30000 دولار. نيجي بقى لأكتر عنصر وأكيد كلنا عارفينه، لأنه من أكتر العناصر اللي زوجاتنا وخطيباتنا وكل الستات العالم بتحبه، وهو الألماس، اللي الجرام بتاعه حاليا دلوقتي بيساوي 55,000 دولار للجرام الواحد. وطبعا أنا هنا مش بتكلم عن الماس اللي موجود عند السايخ تحت البيت عندك. بعد كده يجي في المرحلة اللي قبل الأخيرة عنصر الكاليفورنيوم، وده بيكون سعر الجرام الواحد 27 مليون دولار. نيجي بعد كده لآخر مادة، وهي أغلى مادة اكتشفها الإنسان عبر التاريخ، وهي المادة المضادة، اللي بيكون سعرها 62.5 تريليون دولار للجرام الواحد. وطبعا كل التكلفة وكل اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله بيكون سعر الجرام الواحد، ما بالك بقى لو سعر كيلو كامل هيكون عامل ازاي. ما تنساش تتابعنا وتعمل سبسكرايب ولايك للفيديو علشان خاطر كل يوم تلاقي معلومة جديدة. سلام.